غلطة كلفتني أول مشروع أنا عملته في حياتي، ومش كده وبس، لأ كمان ظهرتني بإني شخص مش بروفيشنال، والغلطة دي ضمن غلطات كتير جدا قابلتني. ولكن دي كانت بالنسبة لي أكبر غلطة أنا عملتها. والغلطة اللي بكلمك عنها هي التسعير، وهي إنك أنت مش قادر تحدد قيمة خدمتك أو قيمة وقتك أو قيمة شغلك، وبالتالي بتحط سعر عالي جدا أو أقل من السوق بكتير، وده بيدي عنك انطباع إن أنت بتهبد او بترزع اي سعر. وانا جاي اقول لك دلوقتي ازاي تحدد قيمه شغلك، وخصوصا للناس اللي شغالين فريلانسرز. اول حاجه محتاج انك تعرف ايه الهدف من التسعير بتاعك. هل الهدف انك تكسب ربح معين او انك تعمل قاعده عملاء، وده من خلال انك انت بتشتغل باسعار تنافسيه شويه. النقطه الثانيه وهي التكاليف المباشره او الغير المباشره، زي مثلا اشتراك النت او حتى اشتراك البرامج اللي انت بتستخدمها، بالاضافه طبعا لاي ماتيريالز او اسيتس انت استخدمتها او اشتريتها، اذا كان فونتس او كان حتى ستوكس او اي حاجه، ودول طبعا بتضيفهم على السعر، بحيث انك بتقسم الفلوس بتاعتهم على عدد البروجكتس مثلا او الحاجات اللي انت بتنفذها في خلال الشهر. ثالث حاجه من الحاجات المهمه جدا انك تحلل السوق وتبقى عارف اسعار كل منافس. ده بيفيدك في ايه؟ بيفيدك في انك بتعرف متوسط اسعار السوق، فما تزيدش عنه ولا تقل عنه، على الاقل تكون في الرينج بتاعه. رابع حاجه نموذج التسعير، هل انت عاوز تتعامل بالساعه ولا برقم ثابت للبروجكتس اللي بالشكل ده، ولا انت عامل نظام باقات انت ممكن تدخل اكتر من حاجه وانت حاطط لهم سعر معين. يا سيدي هنفترض انك انت هتتعامل بالساعه، فازاي بقى تعرف سعر الساعه بتاعتك؟ هي للامانه ليها اكتر من طريقه، وكل حد ليه طريقته. يعني انا مثلا كمونتير بشوف متوسط مرتبات الوظيفه بتاعتي، فلنفترض ان هو 10000، ببدا اشوف انا كنت بشتغل كام ساعه في اليوم. فول تايم يعني 8 ساعات في اليوم، 5 أيام في الأسبوع، بمعدل 40 ساعة أسبوعيا، يبقى في الشهر 160 ساعة، وبقسمة المرتب على عدد الساعات يطلع لنا سعر الساعة الواحدة اللي هو 62.5. وبتبدا تضرب بقى سعر الساعه دي في عدد الساعات اللي انت استخدمتها خلال البروجكت ده، ومن هنا تبقى انت عرفت الساعه بتاعتك بكام. ولكن خد بالك من حاجه، ان كل سعر وكل حاجه بتعتمد على خبراتك في الاول وفي الاخر، وعلى السوق اللي انت بتشتغل فيه. انت عارف قيمه نفسك وعارف قيمه شغلك. بيقولوا تقريبا في زرار هنا كده زائد